صدقكم أنا ما أريد أطيل عليك. الخدمة عزيز. أتعبك بس شيء على السريع. بداية احنا كنا نتمنى أن تصلي بنا يعني جماعة من جايين هاي المسافة بعيدة من الله يجازيكم خير إن شاء الله. بعد ما أعرف فيهم هذا حسن ظنكم يعني فيه، وأنا يعني لئيم تجاهكم، إن شاء الله تعالى يغفر لي إن شاء الله. الله يجازيكم خير إن شاء الله. هذا واحد. تعلم هذه يعني نخاف عليكم، هذا أقل ما يمكن أن يقال. يعني ونصلي خلفكم نشرف بكم. جزاك الله. الله يعافيكم إن شاء الله. الآن أكو سؤال يطرح عادة بين الشباب عندنا بالبصرة. تسمية المرجع العراقي العربي. وراها شيء، وراها مغزى لو هكذا. طبعا كل شيء له مغزى بالتأكيد، وهذا يرجع إلى أمور عديدة، إلى عدة أسباب. أولا يعني السؤال هل هو من باب لنقل يعني الانتقاد أو العتب أو الاستغراب؟ يعني هو أصل السؤال يعني كيف يكون؟ هو استغراب طبعا. نحن هذا الاستغراب يعني كما كان يفعل السيد الصدر رحمة الله عليه، أستاذنا الشهيد الثاني، كان دائما يعني يحاول أن يبرز الأمور التي هي يعني معتادة عند الغير، وعندما يحكي بها هو أو يفعلها هو رحمة الله عليه وسلام الله عليه يعني يناقش وينتقد كما تعلمون، هذه مرت علينا. فنحن تعودنا يعني سابقا، كلكم عاش هذه القضية، والآن تسمعون واقرأوا تاريخ الحوزة، علماء الحوزة، مراجع الحوزة. من النادر جدا أن تجدوا من المراجع، ربما لا يوجد من المراجع من ينتسب إلى العراقية أو ينتسب إلى العربية والعروبة، كلهم ينتسبون إلى أماكنهم وإلى مناطقهم. بل حتى أنه من يعني من هو يمثل السيادة ويرتدي الأمامة، حتى هذا تخلى عن العروبة وعن الأماكن العربية وعن العراق وعن الحجاز وعن المدينة وعن مكة، وصار ينتسب بانتساب إما قومي وإما مكاني لا علاقة له بالعراق كما تعلمون. يعني حتى الواقع الحالي هو شاهد على هذه القضية. كل العلماء الآن من التبريزي إلى الشيرازي إلى السيستاني إلى الخوئي إلى الطهراني إلى غيرهم، كلهم هم ينتسبون إلى أماكن ليست أماكن عربية ولا أماكن عراقية ولا أماكن تمثل يعني أرض النبي صلى الله عليه وآل بيته الأطهار سلام الله عليهم. هذا الشيء الأول. فأولا نقول كما أن الغير يعني من حقه أن ينتسب إلى المكان الذي هو فيه والعشيرة التي ينتمي إليها والقومية التي ينتمي إليها، فنحن لنا الحق على أقل تقدير أن نحكي بهذا الأمر. هذا أولا. الشيء الثاني، قلنا أننا أردنا أن نبرز هذه القضية، لما أنه من ينتسب إلى العراقية يكون مغبونا، يكون خجلا، يكون محرجا، ومن ينتسب إلى العروبة أيضا يكون بهذه الخصوصية. الشيء الثالث، نحن نشعر بأن يعني لا أخفي عليكم، نحن خلال الحوزة وعشنا مع السيد الصدر رحمة الله عليه وأنتم سمعتم كثير منه، يعني العروبة يعني ليس بعنوان عراقي وإنما العربي يذبح يعني في الحوزة وفي الفكر والفقه والثقافة الشيعية. يعني في مذهب أهل البيت يحاول أن يذبح الإنسان العربي، الإنسان العراقي الذي لا ينتسب إلى قوميات أخرى. وحتى يعني جانب اللغة أيضا لها خصوصية بأن تذبح على هذا الطريق وعلى هذا النهج الذي يراد منه أن يطمس كل شيء يرتبط بالعروبة وبالعراقية وبالجانب الوطني. فنحن أردنا أن نؤسس لهذا الأمر. الشيء الآخر، نحن نعتقد بأنه ليس فقط نحن نتساوى مع الآخرين بأننا من حقنا أن ننتسب إلى المكان والعشيرة أو الأهل أو القومية، وإنما نحن نتميز عليهم بأن هذه الدعوة هي دعوة شرعية، دعوة مؤيدة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، القرآن عربي، لغة أهل الجنة عربية، النبي أمرنا بحب العرب، له خصوصيات كما ذكرنا قبل قليل. الإمام سلام الله عليه له خصوصية وهو عربي. الإمام سيكون سلام الله عليه سينادي، سيصيح بلسان عربي فصيح، الإمام أو الصيحة التي تدعو الإمام سلام الله عليه. فمن حقنا ونتشرف بأن ننتسب إلى هذه القضية.
الشيء الآخر، أنتم أيضا عشتم يعني شريحة الشباب بعد أن حصل الاحتلال وتداعيات الاحتلال، يعني أريد من قضية العراق يعني بالذات يعني شيعة العراق يعني أريد منهم أن يذابوا ويسحقوا سحقا تاما، بحيث أنه الآن يعني عندما يقال العربي أو يقال العراقي أو يتحدث عن جانب الوطني مباشرة ما هي التهمة؟ بعثي، صدامي، تكفيري، وهابي وناصبي وغيرها من يعني تسميات، حتى صار العراقي لا هو إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الجهة ما يسمى بالبعثية والنواصب والتكفيريين يتهمون الشيعة بأنهم صفويين، والصفويون يتهموننا أو يضعوننا تحت أدلكم الله تحت المداس وتحت الأحذية جلكم الله. فنحن أردنا أن نعطي خصوصية، يعني هذا قدر الشعب العراقي يعني عبر التاريخ، ودائما يعني مغلوب على أمره. دائما الشعب العراقي مما يؤسف له أن الشعب العراقي شعب يعني ليس فيه القائد، دائما يقاد من الآخرين، يقاد من قوى خارجية، من قوى أجنبية. يعني نحن يعني لا أخفي عليكم أني أحاول أن أكمل ما بدأه الصدر الأول والثاني رحمة الله عليهما، يعني عندما السيد قال أحرركم حررتكم من الأصنام، من الحوزة. تعلمون الحوزة ليست كانت يعني تعلمون الحوزة بيد من ومن يسيطر على الحوزة ومن هو متمكن من الحوزة من الجانب القومي ومن الجانب الدول التي كانت تسيطر عليها. فهذا التحرير تعلم يعني مرة يعني يتحقق التحرير لكن لا يتحقق جانب القيادة، لأن إذا يعني حررت نفسك من يعني شريحة معينة، من فكر معين، من مجموعة معينة، من تسلط معين، تحتاج إلى أن تقود نفسك نحو يعني الطريق الصحيح والمنهج الصحيح. وإذا لم تجد المنهج الصحيح والطريق الصحيح ترجع مرة ثانية تستعبد. ونحن نأسف بأن السيد الصدر رحمة الله عليه قد حرر الجميع، لكن يؤسف بأنه بقي النادر الأندر هو يعني فعلا تحت عنوان التحرر، والكثير يعني بعلم أو بدون علم، بقصور أو بتقصير صار تابعا لهؤلاء أو تابعا لهؤلاء. لم نجد خصوصية ولم نجد استقلالية في القرار والتصرف. فنحن أيضا سلكنا هذا الطريق يعني إكمال الخط ولنصرة العراق ولتهيئة القواعد، لأن الإمام سلام الله عليه عندما يأتي تكون القيادة في العراق، النصرة في العراق. كلكم يعلم كل إنسان عندما يريد أن يحقق قضية معينة يذهب إلى المكان الذي فيه الأنصار، الذي فيه القادة، الذي فيه يعني الاحتمالات والقيمة الاحتمالية التي تحقق له النصرة وتحقق له تحقيق الهدف كما يسمى. فإذا لم يكن في العراق هذه الخصوصية، خصوصية القيادة، خصوصية الثقة بالنفس، خصوصية الشخصية الرسالية في المجتمع العراقي، في الشباب العراقي، في الإنسان الشيعي العراقي، طبعا لا يكون ظهور ولا يكون مجيء للإمام سلام الله عليه. فنحن نأمل يعني من هذا أن نحقق هذا الشيء. نعتز بالجانب العربي والجانب الوطني، للجانب الشرعي أولا والآخر الجانب الاجتماعي. نسأل الله تعالى أن نكون يعني قد سددنا بهذا. نسأل الله تعالى أن يوفقكم بكل خير وصلاح. لكم بعد شيء عزيزي أخو خلي هذا يحتاج لكلام غير شكل، بس الولد عندكم بعد سؤال؟ عندكم سؤال؟ ما عندكم سؤال؟ الشبهات اللي في بالكم علينا هي سجلت على سيد الصدر كلها يعني. لا هو هذه مرت علينا بعض إن شاء الله. بس أنا عندي فد شيء أخير، دعاء من كل قلبك تدعي عن خطيب الله حسين، أرجو اللي يعني التوفيق. نسأل الله تعالى ينور قلبك إن شاء الله وصلك بصيرتك. شرفنا بكم أهلا أعزائنا، الله يبارك فيك. تشرفنا بكم جميعا.